ماينكرافت أكثر لعبة باعت على وجه التاريخ بأكثر من 300 مليون نسخة. واليوم معكم ميوزر أو ميوزر جديد أو بحلقة جديدة. واليوم راح أقول لكم شنو كان يصير لو ماينكرافت أول ما نزلت لحد الآن مجانا. طبعا شباب هذا الفيديو لأول مرة ينشر على اليوتيوب، فمش لايك واشتراك رجاء يعني. أمر ما يسعف الله. يلا وخلينا نبلش. أولا عن انتشاره الواسع، كانت ستكون ماينكرافت عدد جماهير أكثر أو عدد تحميلات أكثر من الآن، واللعبة راح تكون مجانا، فعدد التحميلات راح يزيد. ويب خلينا ننتقل للنقطة الثانية، زيادة الإعلانات. كنا نعرف ماينكرافت لعبة تخلو من الإعلانات، بس لو كانت مجانا كان راح تزيد الإعلانات وياكو إعلانات يعني أكثر، يصير إعلانات يعني. بس تخيل أنت قاعد تسوي ريكس داون ويطلع إعلان، فحرفيا كانت راح تأثر على تجربة اللعب. فيب هسه خلينا ننتقل للنقطة الثالثة، شراء الأدوات داخل اللعبة. كانت ستعتمد ماينكرافت لو كانت مجانية على نظام المشتريات داخل اللعبة، يعني مثلا الأدوات والأسلحة وحتى السكن، يعني حتى هذا السكن كان راح يكون بفلوس لو كانت اللعبة مجانية، وراح يخلي يعني التجربة مو مستوية، يعني واحد غني واحد فقير تعرفون هاي السوالف. خلينا ننتقل للنقطة اللي بعدها، قلة التحديثات. كانت ماينكرافت ما راح تاخذ تحديثات أكثر ولا إضافات أكثر بسبب إنها مجانية، وما راح تقول الشركة مركزة عليها هذا التركيز القوي، وهي بالآخر راح تكون اللعبة مجانية، فما راح تكون مركزة عليها وما راح تضيف لها أشياء كثيرة. يعني أكو تحديثات بس كل مدة طويلة. خلينا ننتقل للنقطة اللي بعدها، مجتمع أكثر وأكثر فوضويا. لو كانت اللعبة مجانية كان راح نشوف هكرات بالسيرفرات حرفيا بشكل كبير جدا، لكن حاليا إن اللعبة بفلوس فالهكرات قليلة، مو نظام حماية أقوى. بس لو كانت مجانية راح تسعى تشوف هكرية وهذا احنا نشوفه بالألعاب المجانية، يعني قاعد نشوفه بالألعاب المجانية. فيبقى ننتقل للنقطة اللي بعدها، التوجه الجديد لماينكرافت لو كانت مجانية. كانت ماينكرافت راح تكون شي أشبه ببوبجي، مع التركيز على المنافسة والأحداث الموسمية لجذب الناس وقنعهم حتى ينفقون مال أو فلوس أكثر. وباختصر هذا الكلام، الألعاب المجانية مو دائما الأفضل. الألعاب يعني تدفع مبلغ بسيط راح تحصل تجربة لعب ممتازة. وبس شباب، كان هذا فيديونا لليوم. كان معكم يوزر أو يوزر في جديد وبحلقة جديدة، وسلامات.